مارينا، الزواج في الإسلام والطلاق مفهوش ضوابط. يا سلام. مارينا، الزواج والطلاق في الإسلام مالهمش ضوابط؟ وهي مارينا مالها بس بالزواج في الإسلام؟ وماله بس الزواج والطلاق في الإسلام يا ست الأستاذة؟ مش عاجبينك في إيه؟ علشان كده بيكون الست المسلمة مش في امان، بتبقى لا، طب بالظبط. انا اعمل ايه؟ ألعب باليه؟ حضرتك بقى قلبك على الست المسلمة في الإسلام؟ خلاص فلوسي تبقى ليا انا لوحدي، اخلف عيال كتير اربطوا بيها بيا. بتبقى القايمة. عايزة القايمة تبقى عايزة تحط امان. بتبقى عايزة تحط أمان بس بتحط طحينة. الإسلام ما فيهوش حاجة اسمها قايمة، دي حاجة من اختراع الناس اللي بتخش الجوازات على إنها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله صفقة. فالإسلام بريء من كلمة القايمة دي، الكلمة دي مش موجودة في الشريعة الإسلامية أصلا. وبالنسبة لموضوع تربطه بالعيال ده موجود في دماغ كل الستات من كل الملل ومن كل الجنسيات ومن كل البلاد، ده يعني ملوش علاقة بالإسلام في حاجة. ده موضوع اربطيه بالعيال واربطوه بالمال والكلام ده حكم أساسا ملاش دعوة بالدين. كويس. فانت عايزين ايه؟ انت ايه مشكلتك بس في الطلاق ولا الجواز في الإسلام؟ انت مش تشوفي مشاكلك انت؟ ويتجوز بسبب أو بدون سبب برضه اتجوز عليها عادي، عادي خالص. يقول لك الشرع بيقول لي هو لو معاه فلوس يتجوز، هو في حد يقدر يمنعه؟ شوف حضرتك، خطأ شائع جدا عند ناس كتير اللي بيقولوا ان الاسلام جه عشان يحلل الزواج باكتر من واحدة. ده غير صحيح. الاسلام جه علشان يحط حد للجواز باكتر من واحدة. يعني قبل الاسلام كان الطبيعي اصلا ان الراجل بيتجوز 10 و11 ويمكن اكتر من كده. وده موجود في كل الاديان، في كل الملل وفي كل الكتب، يعني ومنسوب لانبياء كتير. تمام. غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الطبيعي اصلا قبل الاسلام ان كان الراجل بيتجوز 5 و6 واكتر من 4. فالاسلام جه عشان يحط حد للموضوع ده، مش عشان يبيح الزواج باكتر من واحدة. الزواج باكتر من واحدة ده كان الطبيعي جدا والعادي قبل الاسلام. الاسلام حط شرط، حط حدود للموضوع ده. تمام، مش اباح. تمام. ده اولا. ثانيا، الموضوع ده حل لمشكلة كبيرة جدا بتواجه العالم كله. ايه هي بقى؟ تعداد سكان العالم كله، عدد الإناث أكتر من عدد الذكور. ليه؟ ما تسألنيش بقى، اسأل ربنا لما تقابله كده إن شاء الله يوم القيامة وتقف قدامه، ابقى اسأله ليه عدد الإناث أكتر من عدد الذكور في العالم. أنا عن نفسي ما أعرفش، ما عنديش تفسير للموضوع ده. بس إن الراجل يقدر يتجوز أكتر من واحدة ده حل لمشكلة إن الإناث عددها أكتر من عدد الذكور. سبحان الله، هو كده من عند ربنا. هتقول لي طب والست مش يعني من حقها بقى هي كمان؟ لا، الست مش من حقها. هي الست سبحان الله برضو لما تبقى تقابل ربنا بسأله ليه بقى؟ ليه؟ حكمته في ان هي الست تركيبها البيولوجي والفيزيكالي ويعني والجسماني والمنتاليتي وكل حاجة، هي كمخلوق ما تتقبل، يعني ما بتقبلش غير الاسم على اتنين. هي ما بتعرفش غير تكون في علاقة مع شخص واحد، مع رجل واحد. هي حياتها حتى لو تعرف 10 رجالة، هي بالنسبة لها الراجل هو شخص واحد. هو ده تكوينها البيولوجي والفسيولوجي والسيكولوجي وكل حاجة. تمام. فالتعدد ده رخصة. مش معنى ان انا معايا رخصة ان انا لازم انزل اسوق دلوقتي. يعني ما انا معايا رخصة، في ناس معاها رخصة ما عندهاش عربية اصلا، بس هو معاه رخصة يقدر يسوق في اي وقت. تمام. مش معنى ان هو معاه رخصة ان هو لازم ينزل يسوق. دي رخصة مش فرض. ويعني يعني بالله عليك اللي هيقول لي دي سنة وكده، فبالله عليك ما تخشش معايا في النقاش في الموضوع ده. واصلا الطلاق ضد فكر الله، يعني الله عامل الجواز الاسره، صح. راجل وست ويخلفوا اولاد، دي الاسره. هي دي الأسرة بقى. أستاذة بالله عليكي، يعني روحوا حلوا مشاكلكوا، عشان انتوا يعني بتغيروا ملتكوا عشان توصلوا للطلاق ده. هي ليها ضوابط. صح. في حالة الزنا سواء من الراجل أو الست، في حالة الضرر البين يعني الضرب أو السكر أو الحاجات دي. والطلاق في الإسلام بيكون في حالات ايه بقى؟ لما الزوجة بتعمل لزوجها كريم كراميل ولا ايه؟ يا أستاذة بطلوا تقاوحوا. انت عارفة حضرتك غير ان عدد الإناث في العالم أكتر من عدد الذكور،
عدد الذكور في نسبة كبيرة فيه بقى كمان اللي هم الهوموسيكشوال، اللي بيسموا نفسهم يعني ما بحبش اقول اسمهم، يعني هم اسمهم شواذ. سيبك من مثليين، دول هم مش مثليين ولا مثل حد، وهم متنيلين بنيل الله يعينهم على اللي هم فيه. بس في نسبة من الناس دي كمان في نسبة الذكور، فدي نسبة كمان من الستات مش هتلاقي حد يتجوزها. او في حاله ان هو مثلا خبى عليها مرض اه واتجوزها، بيبقى في بطلان جواز. والنبي كيوت مارينا الزواج والطلاق في الإسلام ملهمش ضوابط. وحاجات معينه صعبه، لكن المشاكل العاديه اللي في كل البيوت طبيعي. ما هو جيل مارينا ده كله متدلعين بيشربوا ايس كوفي، انما جيل بقى بيانكي والعجمي مقصلين بيشربوا مظبوط كوباية.